السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشيني كتير كتير والله قد الدنيا كلها. ربنا يسعدكم ويهنيكم ويكبر بخاطركم يا رب، ويخليكم ويجعلها سنة سعيدة عليكم وعلى حبايبكم يا رب يا رب. النهارده يا ماما فادية هتعملي لنا ايه كده؟ عمالة ماسكة السكينة ولا او الكازلك وعمالة نازلة على الفرخة تغرزيها من هنا لهنا لهنا لهنا. في ايه يا ماما فادية؟ ايه الفرخة دي عملت فيكي ايه؟ زعلانة منها ولا ايه؟ طبعا هقول لكم كل حاجة يا حبايبي، بس قبل اي حاجة حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت الجميل اللي بيسعدني ويفرحني. يا رب يا رب يسعدكم ويفرحكم ويهنيكم ويكبر بخاطركم يا رب كده زي ما انتوا دايما جابرين بخاطري يا رب. وارزق كل مشتاق الذرية الصالحة يا رب، ونجح أولادكم جميعا وجعلها سنة سعيدة عليكم وعلى حبايبكم، وارزق كل مشتاق وفك كرب كل مكروب يا رب من حبايب قلبي. ما تحرمش منكم ابدا ابدا يا حبايبي، ولا من كلامكم الجميل اللي بشجعني وبديني طاقة ايجابية. ربنا يكبر بخاطركم يا رب زي ما انتوا دايما جابرين بخاطر ماما فادية كده. طبعا يا ماما فادية اقول لكم حكاية الفرخة دي ايه، وماسكاها عمالة كده اشكها كده او اغرز كازلك فيها يمين وشمال كده وما خلتش فيها حاجة. لما اشكها كده ليه يا ماما فادية بتعملي في الفرخة كده ليه؟ طبعا انا هشوي الفرخة دي يا حبيب قلبي، حطها كده معاكم وهشويها. وهتعمليها ازاي؟ طبعا الفرخة بتاعتي انا غسلاها كويس جدا وجاية من عند الصدر وشقاها او فتحاها كده زي ما انتوا شايفينها كده. غسلاها كويس جدا جدا وعاملاها بمحلول ملح ومظبطاها، وايه ما شاء الله كانت ريحتها جميلة جدا جدا. طبعا حبيب قلبي، طبعا اول حاجة طبعا ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام كده. واقول لكم ماما فادية هتعمل التتبيلة بتاع الفرخة الجميلة دي ازاي. طبعا معانا بصلتين كده، وسط او كبار زي ما انت عاوزة. يعني البصل طبعا بدي بسكر الفراخ كده والشوربة وبعمل طعم جميل بصراحة للاكل كله. وفلفل طبعا وتوم كده يا حبايب قلبي وملح وفلفل اسمر وجنزبيل وحبهان مطحون وبهارات شاي. طبعا انا ما كانش عندي بهارات شاي يا جماعه، فانا شايفه حطيت واحده مرقه كده زي ما انتوا شايفين، والملح، ومظبطين كل حاجه معاكم. بسم الله ما شاء الله كان طعم وريحه ما اقولكوش يا حبيبي. وجبت ورقتين لورا كده وعود قرنفل وحبيتين كباب صيني كده وظبطت الدنيا كلها كده. وكانت الفرخة بسم الله ما شاء الله يا جماعة كانت ريحتها مفحفحة كده، وتحس ان ايه، يعني لو في مطعم مش هتشم الريحة الجميلة دي والله ما شاء الله. طبعا ايه تبلناها كده وظبطناها، وجبت ايه ورق فويل كده وغطيتها وسبتها بقى ايه ساعة كده ولا حاجة. حطيتها في التلاجة وقمت بقى إيه بعدها قمت براحتك. يعني انت لو عاوزة تقعدها تعملها على بيات وتحطها في التلاجة عادي، لو عاوزة ساعتين عادي، بس انا بصراحة دي ساعة كده تبلتها وايه. وقلت ما اولع بقى على الاكل يا دوبك يا جماعة. فولعت الفرن بتاعنا وهي خلاص كده جاهزة انها تحطها في الفرن. حاجة جميلة وبسيطة وخفيفة ومش مكلفة واحلى بكتير قوي قوي من اللي بتشتريها من بره. وتبقى طبعا جميلة وحلوة، ويعني بصراحة والله طعمها احلى من الفراخ اللي بتشتريها من بره ونضيفة. وانت عارفة انت عاملة الفرخة بتاعتك ديت فرخة حلوة وصحتها حلوة كلها قدامك. يعني انا ما بروح اجيب فراخ لازم اشوف الفراخ كده قدامي وانقي الفرخة اللي شكلها جميل رفاع احمر كده، الفرخة اللي تحس ان بسم الله ما شاء الله صحتها حلوة كده. يعني لكن بصراحة فراخ المطاعم دي ما اعرفش، انا ما بحبش الا الحاجة اللي تكون قدامي يا جماعة. فطبعا احلى حاجة اللي تعمليه في بيتك بايدك، تشوفي نظافتها، تشوفي كل حاجة انت عاملاها ازاي كده، وتحسي ان انت بتاكلي وانت مستريحة والاكل جميل وكل حاجة كده تاكلها بنفسي والله. تعملي ايه يا ماما فادية؟ انا هعمل طبعا يا حبايبي كيس مكرونة كده جنبي الفراخ. ليه قلنا بلاش رز وبلاش حاجات من دي؟ النهاردة هنعمل ايه اكلة خفيفة كده جميلة، مكرونة كده سباكيتي وفراخ مشوية وشوية. طبعا ماما فادية بتعمل شوربة يا جماعة، شوربة زي ماما فادية وانت شوية الفراخ. طبعا شوياه انا متبلها قدامكم
وحاطه الورق الفوين عليها قدامكم، يعني ما حطيتش ميه، ما حطيتش اي حاجه، التتبيله بس، وسايباها كده ساعه ولا حاجه في التلاجة. وبولع عليها طبعا الفرن بتاعنا، بس يعني انا ما بسخنش الفرن بصراحه، انا بحب اي حاجه فيها بصل احب تدخل من البدايه، ما تدخلش على حاجه سخنه، احبها تدخل على ايه، على حاجه ساقعه. يعني شوفي اللحمه لما باجي اعملها بحب احط البصل ساقع في الميه، نفس الفراخ برضك متبله وبحطها في الفرن، يا دوبك اولع الفرن واحطها كده. لما تحس ان الفرخه بتاعتك بدات هتغلي معاكي، تهدي عليها بقى كده وتسيبيها براحتها لعند ما تستوي براحتها. الفرخه بتاعتنا بتنزل شويه صوص صغيرين كده يا جماعه. طبعا انا بنشيل الفرخه، وطبعا لو عندك مثلا كاتشب، لو عندك صلصة، لو عندك حاجة، شوية زيت وشوية بهارات وتظبطها كده، وتدهني الفرخة بتاعتك وتحمرها كده في الفرن، بسم الله ما شاء الله، تدي طعم وريحة جميلة جدا جدا. لكن الصوص اللي بينزل من الفرخة بنستفاد منه. احيانا بعمله ملوخية، واحيانا بصفيه، بس ما بعمله ملوخية ما بصفوش من البصل ولا الحاجة المرتة اللي احنا عاملينها. لكن ما بنعملها شوربة يا جماعة، بنزودها نعملها شوربة، بحب اصفيها كده بالمصفى الناعمة وازودها شوية مية كده، تبقى شوربة كده رقيقة كده وصافية كده، ما فيش فيها ايه لا بصل ولا حاجة. ف ما شاء الله كان طعمها جميل جدا جدا. احنا من النوع اللي بنحب الشوربة يا جماعة، نحب الاكل يكون جنبه شوربة يبلع ايه الاكل كده. فقلنا نعمل بقى ايه المكرونه، جبنا بصلتين وسط كده. في ناس بتعمل المكرونه مثلا بتسخن الزيت كويس وتنزل عليها بالطماطم، وفي ناس بتعمل توم كده وتحطها عليه اللي ايه الطماطم او الصلصه. انا بقى بحب اجيب بصل كده واصفرها يا جماعه، وبرضك احط التوم كله يصفر كده زي ما انتم شايفين، مش محمر يعني، ما حمرش حاجه عشان احنا طبعا في الصيف يا جماعه، وتحمير البصل والحاجات ديت بيبقى صعب، بيعمل حموضة. لكن دي ما شاء الله تاكل الاكل ولا حموضة ولا اي حاجة، والاكل بقى طعمه جميل. نزلنا بالطماطم كده طبعا، والبهارات بتاعتنا والمرقة بتاعتنا وايه والملح كده، وهنسيب كل حاجة بقى كده لحد ما تتسبك وتبقى ايه جميلة. ما شاء الله ما شاء الله، ريحة البيت كانت بسم الله ما شاء الله، يا رب اجعله بالصحة كده. طبعا زي ما قلت لكم اذكركم دايما نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ومنساش اللايك والاشتراك والكومنت الحلو ومشاهدة الفيديو. يا حبيب قلبي ربنا يسعدكم، واكبر بخاطركم، اكبروا بخاطري كده واسمعوا الفيديو كده وحطوا اللايك، واستنى منكم الكلام الجميل يا حبيبي. طبعا الحلل يا جماعه، الحلل القديمه اللي عندي دي زي ما انتم شايفينها كده، انا بستغلها، ما رمتهاش ولا حاجه، استغلها زي ما هي، ممكن بسلق مكرونه، اسلق مثلا بطاطس كده مسلوق او بيض، اعمل اي حاجه يعني بستفاد منها، اسخن فيها حاجه. لكن الحلل اللي هي الجديده كده اللي السمسم كانت جايباها كده، واللي كانت عندي ربنا يخليها ويكبر بخاطرها يا رب، بقى بخليها للاكل كده زي ما انتم شايفين. رأيه يا جماعة في المكرونة كده اللي هتشوفوها، بسم الله ما شاء الله. شايفين المكرونة؟ أنا بحب أحط المكرونة كده اللي هي الاسباجيتي بالذات، أحطها كده وأحس إن أنا مفردها وأقلبها على طول. ليه؟ في أحيانا المكرونة مثلا بتيجي تحطيها اللي هي الاسباجيتي دي، تحس إن هي ممكن تكون فيها بعد واحدة تلزق في بعضها. لا، ما تحطي كده تحاولي إن أنت تفكيها وأنت بتحطي وتقلبي على طول كده، عشان إيه المكرونة بتاعتك تفضل إيه واحدة بوحدتها كده. في حبايب قلبه بيحطوا ايه الزيت مع المكرونه وهي بتستلق، اللي هي بتاع الصلصه مش بتاع البشاميل، مع الملح. انا بصراحه ما بحطش. ليه ما بتحطيش يا ماما فاديه؟ لان ببقى مسبكه الطماطم بتاعتي كده والصلصه بتاعتي مسبكاها ومظبطاها وسخنه وكل حاجه، بصفي المكرونه واقوم على طول حطها ايه في الصلصه زي ما انتم شايفين كده، وعشان كده ايه ما بتكتلش معاكي. لكن لو هي مثلا انت هتسيبيها تبرد، ممكن ما تحطيش ميه عادي، بس بتعملي تيجي تعملي مثلا هتقعد شويه من غير ما تحط الصلصه، بعد ما تصفيها في كام معلقتين زيت كده، عشان ايه ما تمسكش مع بعض، ما تمسكش ببعضها يعني وكده. لكن مكرونتنا كانت بسم الله ما شاء الله طعم وريحه، وما فيش واحده ماسكه فيه واحده، ومفلفله وكل حاجه جميله. ربنا ايه يخليكم ويسعدكم ويكبر بخاطركم يا رب. طبعا اخدت الاكل، الكهرباء كانت قطعت، فاحنا دايما الكهرباء ما تقطع بحب اطلع ايه فوق السطح كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين. حطيت الفرخه بتاعتنا ما شاء الله ازاي في الفرن، قامت محمريه وشها، وشلت الاكل وطلعت. اللي ما صلاش على النبي يصلى على النبي يا جماعه، لولو بتقول لك صلى على النبي يا حبايب قلبي.
عليه افضل الصلاه والسلام. لولا ساعه ما شافتني جايبه الاكل حته حته حته، سقت لها حبه في طبق كده وحطيتها ايه لايلين كده. فربنا يخليها يا رب، ولا بتاكل ولا بتعمل، بس هو عيال بقى وعاوزه ايه، تاكل او بتحاول ان هي تاكل. فما شاء الله المكرونه ظبطت ايلين يا جماعه، والله ظبطتها خالص. خليتها عاوزه تحط تحت الحنفيه او تملي طبق بلاستيك كده وتحطها تبوش. يعني ايه يا ماما يعني ايلونه بقى ربنا يهداها كده ويخليها يا رب لمامتها والبابا كده، مظبطانا بصراحه. كل العيال اللي في سن ايلين كده انتوا عارفين ان هم بيبقوا يعني شقيين، لا عاوزه تزحف، لا بتشابه على ده، لا الواحد بيخاف عليها تشد اي حاجه سخنه ممكن تحرقها. ويلا بينا يا جماعه، يلا على الاكل بقى، اتفضلوا معانا. والله ماما فادية النهارده بقى ايه، طلعتنا من الرز. لا مكرونه جميله وانا كنت انا شويه الفراخ دي يا حبايب قلبي، هتشوف انا عاملاها ايه بقى ازاي بقى. الله الله، دي بقى شويه صوص صغيرين كده بيفضلوا ينزلوا مع وانت بتشوي الفرخه دي. بزودهم كده ميه، بدي طعم جميل 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 بصراحه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حبايبنا الغاليين المحترمين، البتاع دي كانت عاوزه امل شكر ليه. ربنا يسعدكم ويهنيكم ويبارك فيكم انزل اجيب شوك ويرزق كل مشتاق الذرية الصالحة ويشفي كل مريض وينجح كل طالب ويوفق طلبة الثانوية العامة يا رب، وكل واحد ينال ما يريد. ربنا يوفقهم جميعا. هاتها العد، هاتها. انزل اجيب شوك. طبعا بقى اللايك الجميل لماما فادية بقى على الأكلة الحلوة دي. والله تسلم. والله اكل جميل وطعمه حلو يا جماعه. طبعا أنا ما كنتش عارف هي طبخة إيه، بس هي فاجئتني بقى. هو نام وقامت لان ايه. انزل اجيب لكم شوك عشان مش هتعرفوا تاكلوا. كل يا لولي. احمد هيعرف يجيب امل. تحت يا احمد، عندي في الشقه تحت، مش عند ماما فادي. وعندنا هناك في بتاع المعاد. مش مشكله، يجيب المكان. شايفه ايلين بتاكل ازاي؟ ايلين يا ايلين يا قلب الخسوسه يا قلبوبه يا عقلي يا خلاص يعني يا خلاص. كنت فين يا وجه؟ كنت فين؟ كانت عند رموس، كانت عند رميسة وعند جدها بايته بقى ومزاجها حلو. تبقى جمال. والله العظيم يا امل يبقى انا عارف ان هي هتروح كبش الجلد. تروح سيبها كبش لي هاي امل، الجلد. ما فيش لها حاجه وتاكل تعالى براحتك. كل واحد ياخد سلاح. هات الفرشه ديت يا احمد نحط ايلين عليها عشان ايه. هناك يا احمد، او ده هناك على الترابيزه. على فكرة مش هتسكت ايلين يعني. هتبقى جنب عشان ما تعرف تاكل. انت فكر لما تحط ايلين عليها ايلين هتقعد عليه؟ ان شاء الله تسأل. ان شاء الله. تعالي يا لولو. خد بقى طبقه. يعني خليها تعك براحتها وتجيب كل حاجه هي عاوزاها براحتها. احب بابا. يعني الاخر تبقى ايه تغسل مع عشان ما السلامة. تعرف تاكل. بس يا ابويا عليه هدومي. هاتها خلاص، يعني مش هاتها على طالما هتعسلك على الاكل. كمان افتح افتح. هاتها هنا يا احمد وخلاص. ممكن تحطها لا واحده كده براحتها وتعك براحتها وتعمل براحتها. ماشي يا لولو 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 عم بسم الله بسم الله عم يا تيتا. كل حته من النار. تعالى بقى يا احمد هنا. الله انا هنا يابا. الله انا هنا يابا. الله نم نم نم. انا موجود هنا وما تخافيش. يا ما شاء الله مظبطه نفسك. عدت. ايه بسم الله. يا لوليت دي طريقه عليك. انا عارف انت عايزه هي مش نافعه الا بالشوك. حد مش معاه شوكه يا ولاد؟ لا هي حلوه طعمها حلو بس بقى بصراحه. ايوه هي عايزه كده بس برضك يعني. احنا كنا في تصوير اكلناش مكرونه من دي. الله الله. لو يا احمد قول ما شاء الله كده طعم الاكل جميل. الله يا لولي الله يا لولي كل يا لولي كل. ربنا يجعلك الصحة يا رب كده. حقك يا ابو احمد
الشوربة دي علاج. جميل. جلوكوز جلوكوز. بس احنا يعني هي مشوية ما قدامكم زمان اللي شايف يعني انا اعملها قدامكم. ايوه متبلها وحطها في الفرن ان شاء الله. وهدى عليها بقى كده، تنزل حبة صوص منها صغيرين كده. الصوص ده بقى يا جماعة دي بقى حكاية ورواية. طعم جميل، باخد طعم التتبيلة الله. وطعم كل حاجة. جربوا الفراخ ده على طريقة ماما فادية مش هتندموا والله. رايحة فين يا لولي؟ لا البابا راحت خليكي. تعالوا يا لوليت. أب لولي هي التوب. تعالوا عايزين ورينا ان شاء الله نحطك في البن. البن يتشال. انا ناسي. هنحطها في ايه؟ هنعملها طبق بلاستيك كبير كده. عايزين نجيب لها بانيه. اجيب لك بانيه؟ عندنا واحد تاني. تعمل لك ايه؟ فكرني بحاجة كده. جيت وقت. كانت ماسكة رجل فرخة دلوقتي. اه. هاتي. لا بالطلع. خليك كده، ايوه ظهرك للكاميرا احسن. خلي ظهرك للكاميرا احسن. كل يوم انا عارفه انت عاوزه لحمه الورك عشان كده ايه. أنا عارفة همشي طبعاً. منك يا فاضية والله. مش على كيف في بقى. لما الحته من بقك برا مش عارفه كده. حته بحته. هاي عيد الهوا يعني اكلها انت. عيله وبتلعب يا احمد. كل يوم. بس. طبعا يا جماعة اللي مش متابع فراشة اليوتيوب يروح يتابعها بسرعة تشوفوا هناك حاجات مواهب. أكلت نفسك يا لولي. أكلت نفسك. حطوا اللايك. لما حطوا اللايك للتيت. جبتي شايفين؟ عارفة الكاميرا بتبص. حطوا اللايك للتيت عارفة الرايك بتبص. وتحط اللايك. حطوا اللايك. بابا بابا كل يوم. ايه بابا ايه ماما ماما تيتا بتقول لكم روحوا على فراشة اليوتيوب. تيتا جدو. دي بابا دي بابا طب بص لي. دي بابا بابا. وين تيتا. بابا تيتا. بابا إيه. إيه. خدي هدية. ثم تاكل هدية حلوة. كل ايه؟ كل ايه يا لولو؟ كل ايه يا لولو؟ عامله زي فرد الحمام. كل ايه؟ نعم يا حبيبي. ماما ولا بابا ايوه ولا بابا طبعا بقى يا جماعة كده ما تنسوش ولا بابا. اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان نوصلكم كل جديد ان شاء الله بابا. بنعمله هنعمله. يا رب بابا. الفيديو النهارده يكون عجبكم. استنى تعليقاتكم الجميلة اللي بتقبل بخاطرنا كده وابتسام.
ربنا وتعليقات يسعدكم يا رب. ولايكات، كل لايكات يا جماعه، اللايكات ومشاهده الفيديو يا حبايبي، ربنا ما يحرمنا منكم ابدا. يا رب. فضلا وليس امرا طبعا يا مشاهده الفيديو واللايكات والكومنتات الجميله. يسعدكم ويهنيكم بخاطركم يا رب، ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه، ونجح الطلبه جميعا، وجعلها سنه سعيده على الجميع. يا رب يرضي الكل ويفك كرب كل مكروب، ويسعدنا جميعا يا رب كده. يلا مع ألف سلامة. مع السلامه. سلام.